اهلا بيكم في سلسله الدليل الشامل اللي بنرفع بيها الوعي الطبي لكل الناس اللي بتشوفنا. النهارده هنتكلم على وظيفه مهمه جدا من وظائف الانف، وهي وظيفه التذوق. انا متاكد من اللي انا بقوله، وظيفه التذوق. يا دكتور هشام قول وظيفه الشم. لا طبعا انا بقول التذوق. تخيلوا ان الانف اقوى من اللسان في التذوق. 20% من الحاجات اللي بنتذوقها في اللسان، 80% من الحاجات اللي بنتذوقها من الانف. ازاي؟ هنشرح لكم. زي ما انتم شايفين الهواء بيخش من هنا كويس، او الاكل كويس. الاكل لما بيخش على اللسان بيتمضغ كويس. عندنا الجزء بتاع اللسان الخلفي ده بنعرف بيه 4 حاجات نقدر نتذوقهم فقط: الحلو والمالح والمر وايه تاني والحراق. 4 حاجات فقط. امال مثلا لو احنا عايزين نفرق ما بين طعم الجوافه وطعم الليمون وطعم المانجا، هل ده بالبق ولا بالانف؟ لا، من الانف. طب اشرح لكم طبعا. حضرتك لما بتاكل وبتمضغ الاكل بيتمضغ هنا بنقدر نعرف. قلنا ال4 حاجات: مالح وحلو وحراق كويس ومر فقط. لكن لو حضرتك كلت ليمون او جوافه لما بتيجي بتمضغها بيحصل حاجه احنا بنسميها ان في اللي هي الانجريدينتس او الحاجات اللي هي حاجات فواحه من الليمون او حاجات فواحه من الجوافه. الريحه اللي بتطلع دي بتطلع على طول على اعصاب الشم فوق، واعصاب الشم في الانف هي اللي بتقدر تفرق لك ما بين انت بتاكل جوافه ولا بتاكل مانجا ولا بتاكل ليمون. تمام كده؟ عشان كده الانف مهمه جدا 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 في موضوع التذوق. تمام كده؟ طيب دي نقطه مهمه. احنا عرفنا اهميه الانف في موضوع التذوق. من ضمن وظائف الانف اللي مهمه جدا كمان موضوع الشم. طبعا دي كلنا عارفين، لكن ما تيجي نعرف الاكتر من كده. بنشم ازاي؟ لازم تبقوا عارفين ان اعصاب الشم موجوده في الجزء العلوي من الانف. تمام؟ الجزء العلوي ده فيه اعصاب الشم. اخذا في الاعتبار ان كل اجزاء الانف وحتى الغضاريف اللي هم ال3 دول اللي هم بالرسمه الخضراء دول، كان كاتب 3 غضاريف اهم، فيها اعصاب بنسميها النيرف اندنجز اللي هي نهايات الاعصاب. برضو بتقدر تشم وتقدر تحسسك بدخول الهواء وتشم الحاجات اللي داخله. عشان كده موضوع الشم مهم جدا من الانف. عشان انا بقوله ليه؟ ما احنا كلنا بنشم، لكن انا بقول الكلام ده عشان لو في عندك اي مشكله في الانف منعت دخول الهواء او لخبطت دخول الهواء او لخبطت الميوكوزا او جدار الانف، سواء كان عندك حاجز انف معوج او لو عندك حساسيات او لو في غضاريف او لو في لحميه، التهابات شديده جدا، التهابات جيوب انفيه، اي حاجه من اللي انا قلتها دي عملت التهابات في جدار الانف. السجاير ده مهمه جدا، بتعمل التهابات في جدار الانف وتمنع الشم وتمنع الاستطعام وتمنع دخول الهواء وتعمل صداع. كل اللي انا قلته ده تمام. فاي حاجه بتاثر على الميكوزا او على جدار الانف، سواء كان الجدار ده موجود في الانف اللي هو في الحاجز الانفي او في غضاريف الانف او في الروف بتاع الانف اللي هو موجود في الاعصاب الشم او اي جزء فيه، بيبتدي الكلام ده كله يتاثر، الانف تتاثر وتبتدي الاعصاب دي نهايتها تضعف جدا جدا جدا. عشان كده كتير جدا مننا لما بيحصل له اي مشكله في انفه، سواء كان اللي انا قلته كله، يبتدي يقول لك انا ما بشمش كويس، الشم عندي ابتدى يتلخبط. عشان كده احنا لازم نعرف ان الشم بنشم ازاي وايه الحاجات اللي ممكن تسبب لنا الشم. واعيد مره تاني حاجه انا قلتها مهمه جدا: السجاير واي ادخنه واي اتربه جامده جدا بطريقه مزمنه وفترات طويله هتاثر لي على موضوع الشم. يا رب اكون وصلت لكم الانف كشم وتذوق بطريقه سهله. حياتي ودعواتي، دكتور هشام.